شوي اجت الكهرباء، طلع الاسانسير على الثالث، ظهرت على الشباك دغري، والبولونيه لحقتني عم تروقني وقول لي حلي عني مش طايقتك، وهيدا الصبي انه مدام بده يطلعني على السابع. نزلت انا ركض، ومن وقتها انا ما بطلع باسانسير، من وقت هالحادثه. هيئتها ضعيفة هيك. ايه بطلع على الدرب. بعدين مع الوقت صرت اشتغل على حالي انه مارينيل لازم تكوني قوية وخلص وتطلعي بالاسانسير. وانا عادة بس خاف اذيفة لبدة شيء، شو بعمل؟ مين في حدي بحط راسي ببطنه دغري. هي اول ردة فعل عندي اياها يعني. ان شاء الله ما تخافي الليل. اسمع هلا اني انا اول ردة فعل عندي على طول بالبيت نزلت ازيفه مثلا، مين في حدي بدي اخبي راسي بحط راسي ببطنه. واذا كان هو راكع تفضل. ايه مشان ديمونستراسيون. بس بركي الزلمه كان خايف وراكع ركع. بطلع في نهار بقول انه انا كنت اشتغل دوبلاج، بقول انا طب منيح في موتور كهرباء، اذا قطع الاسانسير شو بده يصير يعني؟ بطلع. يلا مارينيل شدي قلبك واطلعي. مشي الاسانسير، ماشيه طالع بيوقف الاسانسير، في زلمه حدي بلقطه هيك بقول له اجا، بقول لي لا اجا، بقول لي لا اجا، بقول لي لا. بطلع انا بفتح الاسانسير وبظهر وبوصل على المكتب، جيبوا لي مزاهر، جيبوا لي مواد، دقيقكم علقت بالاسانسير. بصيروا يقولوا لي روقي يا مارينيل روقي، شو صار؟ علقت بالاسانسير ما بعرف شو صار، جيبوا لي مزاهر وهيك ورقنا. ثاني نهار برجع بقول ليكي مارينيل هي للمره الاخيره بدك تطلعي بالاسانسير وخلصنا، ما بقى في شيء يعني. فتحت الاسانسير وطلعت بالاسانسير، بيطلع معي زلمه واقف يعني هيك، قال لي ان شاء الله يوقف فينا الاسانسير. كيف بتنشر الخبريه دغري يا مارينيل؟ قلت له ليه مش عم بتقول لي هيك؟ انا شو عملت لك؟ قال لي مدام امبارح طلعتي معي حطيتي راسك ببطني وتقولي لي اجا اجا اجا